ايه رأيكم يا حبايبي نعمل التورتايه الجميله القمر ديت بطريقه سهله وبسيطه ومن غير دقيق سبونج؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي كلفتنا شويه، مش شويه كتير، بس كلفتنا من غير دقيق سبونج. ايه رأيكم في الشكل الجميل ده؟ بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا شكلها عامل ازاي، جميله قوي قوي قوي. وما تنسوش بقى لايك وشير وتفعلوا الجرس في الحاجه بتاعها. يلا بينا، يلا يا حبايبي نبتدي نعمل التورتايه بتاعتنا. معانا 6 بيضات، معانا كوبايه ونص من السكر البودره او يكون سكر ناعم، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ومعلقة فانيليا. عندك فانيليا سايلة حطي، عندك فانيليا بودر حطي، دي السايلة بتاعتنا. هنشغل بقى العجان بتاعنا لمدة 8 دقايق أو 10 دقايق بالكتير على سرعة عالية. دول كوباية ونص دقيق، عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح و3 معالق كاكاو خام. ونخلهم كويس بالشكل. بصوا شكل اهو، ادي البيض بالسكر والفانيليا والخل بس، ما حطيناش اي حاجه تاني. حطينا معلقه من محسن الكيك بس، مفيش غيرها. بالشكل ده كده اهو، شايفين اهو بالشكل ده. هنقلب بشكل اتجاه واحد بس. هنجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه، اللي هي كوبايه ونص من الدقيق و3 معالق كبار كاكاو خام ومعلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح. هننزل الخليط مش كله مره واحده، لا جزء جزء، مش هينفع ننزله كله مره واحده. اهو بنقول بسم الله بالشكل ده كده، وهنقلب الخليط من فوق لتحت كده اهو بالشكل ده. شايفين بالشكل ده كده اهو لحد ما ياخد اللون اهو ويروح شكله، ونحط بقيه الخليط تاني. حطيه على 3 مرات مفيش مشكله، بس تاخدي في اتجاه واحد. بعد ما خلصنا الكيك اهو، جبنا صينيه مقاس 26، دهناها بزيت وفردنا فيها ورقه زبده بالشكل ده كده عشان الكيك بتاعنا. هندخلها بقى الفرن لمده 40 دقيقه وهنبص عليها. هنعمل بقى كريم شانتيه معاكم. هنجيب كوبايه 250 جرام مج زي ده كده اهو كريم شانتيه، هننزل عليهم بنص كوبايه سكر بودره. جايبين معانا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، عليهم كوبايه لبن، ودوبناهم مع بعض، وهننزل بيهم على الخليط بتاعنا. كريم شانتيه بتاعنا بقى بالقوام ده كده زي ما انتم شايفين كده اهو. الكيكه بتاعتنا ياما طلعت بقى من الفرن يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها تهدى خالص وتبرد ونشتغل فيها معاكم. ادي الكيكه بتاعتنا اهي اما خرجت من الفرن، شلناها من الصينيه. قعدت 40 دقيقه على درجه حراره 180 الرف الوسطاني، وبعد كده شغلنا الرف اللي من فوق لمده دقيقه كده صغيره. تمام، يلا بينا نقطعها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنمشي كده واحده واحده كده، داير داير كده اهو بالشكل ده كده اهو. قسمناها بالشكل ده كده اهو. هناخد جزء نحطه بقى على الطبق بتاعنا اللي بيلف الجميل ده عشان نشتغل بيه عليه بكل سهوله وارتياح. هنجيب بقى حته صغيره هنا عشان الكيك بتاعنا تلزق بالشكل ده كده. هنجيب بقى الشربات بتاعنا، ميه بسكر، شربات، تعملي لبن بسكر. حطينا بقى الكريم شانتيه بتاعنا، هنفرده بالسكينه، بالفلانشه اللي معانا ديت، اي حاجه معانا كده هتفرد. خلصناها بقى، نحط النص التاني ونسقيه برضو بالشربات بسيط كده. هناخد من جوه على بره، ناخد كده من جوه على بره كده اهو. عايزه اقول لكم التورتايه جميله جدا وسهله. فردناها بالشكل ده. احنا هنعمل نصها بالشوكولاته، بس احنا هندي شكل كده في النص.
نيجي بقى في النص بتاعنا. زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده. هنزين بقى بصوص الشوكولاته، جناش الشوكولاته. بصوا تقيل ازاي، شايفين؟ اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يا حبايبي. شايفين لسه احنا ما خلصناش، بس احنا بصوا الشوكولاته، جناش الشوكولاته تحفه. هنحط بقى من على الحروف سوداني. نميل الكيكه بتاعتنا بسيط كده اهو. مالك حرف مالك طلع معوج شويه، بس ايه باين. رودينا اور الشكل الجميل ده. حطينا بقى الشوكولاته بتاعتنا دي الجميله دي، شكلها عامل ازاي، جميله جدا. الكيكه اهي بتاعتنا لما خلصت بالشكل الجميل ده، شايفين شكلها عامل ازاي، جميله قوي ازاي. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. بصوا الجمال، بصوا شايفين، بصوا الطريقه ازاي. ندوق بقى معاكم. شايفين؟ انا عايزه اقول لكم اتاكلت اكل، خلصت خلاص. ما ننساش بقى لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتاعه.